شاء الله سينطلق المهرجان هذا بتاريخ 17/11 إلى يوم 22/11، وسيكون حفل الافتتاح برعاية طيبة وكريمة من معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة للشؤون الشباب الأخ الكريم عبد الرحمن بداح المطيري، وأيضا بدعم وحظوة طيبة يعني نتلقاها بالتوجيهات من سعادة الأمين العام الدكتور محمد خالد الجسار. وشكلنا الحقيقة لجنة عليا يعني إقامة هذا المهرجان، والحقيقة يعني ارتأت اللجنة العليا بعمل أفكار جميلة، بداية من الافتتاح تحت رعاية معالي الوزير لتكريم شخصية جميلة الحقيقة تستحق، وتفاجأت بأرشيفها الجميل من الألحان والأداء لبعض الأمور اللي ما كنا نعلم عنها، وتفاجأت أنها يعني ملتصقة بشخصية هذا الفنان محمد بلوشي. في اليوم الثاني ستكون المشاركات الأخرى كلها في قاعة جابر العلي، فقط الافتتاح راح يكون في المسرح الوطني. يوم 18 راح يكون مع عازفة التشيلو الأولى من عمان مريم المنجية. يوم 19 حفل خاص استقبال جميل على سلامة أخونا عبد الله الرويشد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والآن جاري النقاش حول هذه الترتيبات إن شاء الله يعني تأخذ مجراها ونتائجها الطيبة في إقامة ما ودنا أن نقوم فيه تقديرا وعرفانا لهذا الرجل الفنان القدير عبد الله الرويشد اللي قدمه يعني في مسيرته. ويوم 20 سيكون لنا حفل جميل نغم من اليونان، ولعازف الكلارنيت المعروف في اليونان فاسيليوس. يوم 21 راح تكون ليلة يعني يجب بعد أن نرضي جميع الأذواق، فإن شاء الله ستكون ليلة رائعة سميناها ليلة نجاة ووردة، وراح تكون قمرين مع بعض، نجاة ووردة، يعني لأهم وأجمل الألحان الطيبة والأغاني اللي الكل يعني كان له ذكريات فيها، فلازم يكون أيضا لجانب الألحان الشرقية الجميلة الرائعة موجودة في هذا اليوم. أيضا في اليوم الأخير سيكون عندنا حفل ختام خاص لكل الفنانين الرائعين من خريجين المعهد العالي للفنون الموسيقية اللي يعني لهم صولات وجولات على الساحة الفنية الكويتية، راح يقدمون صور رائعة من العزف والألحان والكورال بشكل جميل جدا.